النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفاجئ إيمان خليف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الصين، ويدافع عن البطلة الجزائرية من الرئيس الأمريكي السابق ترامب وإيلون ماسك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لإيمان خليف فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز بطلة الجزائر إيمان خليف بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الصين، فقد دخل على الخط كريستيانو رونالدو وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال: أنا صراحة شاهدت الحملة الشرسة التي قام بها الإعلام الغربي وبعض رؤساء الدول الغربية كالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذين هاجموا بنت الجزائر إيمان خليف التي اكتسحت الجميع في الدورة الأولمبية في الملاكمة، رغم أنهم وجهوا لها اتهامات كثيرة أبرزها بأنها ذكر وليست أنثى.